وطنيان لكل من بيلاروسيا وهولندا. لحظات قبل ضربة البداية مشاهدينا الكرام لمباراة الجولة الأولى المجموعة الثالثة تصفيات يورو 2020 ملعب دو كويب في روتردام بإدارة الإيطالي دافيد ماسا، في مجموعة تضم كذلك منتخبات ألمانيا، إيرلندا الشمالية وإستونيا. المنتخب الألماني معفى في هذه الجولة الأولى، بينما في نفس المجموعة في الوينسر بارك في بلفاست إيرلندا الشمالية إستونيا. مباشرة إلى استعراض التشكيلتين خيارات رونالد كومان. تشكيلة المنتخب الهولندي سيلسر في حراسة المرمى، للدفاع 17 بليند، 22 دامفريس، محور الدفاع 3 ماتيس ديليخت، 4 فيرجيل فان دايك، وسط الملعب 21 فرانك دي يونغ، 8 فاينالدوم، 15 مارتن ديرون. ضربة البداية والكرة الأولى للمنتخب، ترجع كرة إيغور شيتو، جول! ممفيس ديباي، خطأ من إيغور شيتوف في عرض كرة لحارسه أندري غوربانوف، ودقيقة كافية للتوحيد. هدف قاد المنتخب الهولندي، عرضية كرة شيتوف، دامفريس، العرضية خطيرة تتعدى بابل، التمهيد من دالي بليند، خطيرة كرة صعود بالراس، ثم خطأ، ثم صعود وثم خطأ من المدافع، تنزل دامفريس. المخالفة في الدفاع البيلاروسي، هذه عادة للهدف في كرة انطلقت من بليند وخطأ من إيغور شيتوف. انطلاق المباراة في الشوط الأول، ديباي، قوية كرة ديباي جانبية لمرمى أندري غوربانوف، هذا صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. ممفيس ديباي، شوف منتخب البيلاروسي إيغور شيتوف، يرجع دي يونغ، ستاسيفيتش معاه ديليخت، ما يتعداش. ديباي بين 3-4 لاعبين، مسات الكرة والإمكانية وتدخل من الدفاع. شيتوف يضغط عليه بيرغفاين، يتعدى يطلب الكرة، تنزل دامفريس، عرضية هو موجود فاينالدوم. ديباي ترجع بالراس من هذا، نتابع داني بليند، يرجع معاه يوري كوفاليف، وضربة المخالفة لمتوسط ميدان بيلاروسيا يوري كوفاليف. قلت نهايات النسخة القادمة يورو 2000. يرفع كرة، الاستلام من ستانيسلاف دراغون، ودافيد ماسا يقول ضربة ركنية للمنتخب البيلاروسي. هو دائما في التنفيذ، تتعدى كرة وتابعة بولياكوف، دامفريس، التوسيع ديباي، والهدف الثاني، الهدف الثاني، تمهيد ممتاز من ديباي، والهدف الثاني للمنتخب الهولندي بتوقيع جورجينيو فاينالدوم يضيف الهدف الثاني للمنتخب الهولندي. دقيقة 20، الدواحين الهولندية تتقدم على منتخب بيلاروسيا. شوف الكرة انطلقت من معاه دامفريس، تغطية موجودة تغطية ب5 امتار 50 في كرة أمام إيغور ستاسيفيتش، إعادة من زاوية أخرى وصار صعبة لإيغور شيتوف، الظهير الأيمن، عرضية كرة ديليخت، طويلة كرة فان دايك، أسبق منه مع النصيب الأوفر في النهائيات من خلال روما وباكو في أذربيجان. مجموعة إيغور شيتوف، أنت بوتيلو، فرصة هامة، التصويب كوفاليف والاعتراض من الدفاع، تمشي ستانيسلاف، عدى إيغور شيتوف لكوفاليف، التصويب بوتيلو، التصويب من بوتسيلا، سجله ماكل من ممفيس ديباي، ياخوها له فاينالدو، وضربة المخالفة مع الانذار ستانيسلاف دراغون، أول انذار ضد لاعب ارتكاب
أنتون بوتسيلا وضربة المخالفة والإنذار. بداية الإنذارات بوتسيلا بعد ستانيسلاف دراغون. انطلاق يوري كوفاليف طبعا يلعب على حدود إمكانياته المنتخب البيلاروسي، يؤمن الدفاع وهذا إنذار. بطاقة ثالثة هو الأولى قيمة مع الأسماء الموجودة. هذا خطأ من فان دايك يدير ديباي مع إيغور ستاسيفيتش. ديباي العرضية والدفاع البيلاروسي يقدم شوط أول ممتاز إلى حد الآن من دفاع المنتخب الهولندي. ديباي كرة بالراس بعيدة بابل شيتوف يتعدى راين بابل عرضية كرة الثالثة عن ديباي نجم 39 دقيقة في هذا الشوط الأول. فاست في المباراة يحاول يعدي إيغور شيتوف. أنتون بوتسيلا ثم تدخل وضربة مخالفة. المخالفة من ميخائيل سيفاكوف. رونالد كومان 55. يوري كوفاليف أمامه إيغور شيتوف والتغطية موجودة. نيكولاي سيغنيفيتش كرة ديباي ترجع تتعدى كرة منفذ ديباي أمامه إيغور ليمايفسكي. إيغور شيتوف بعيدة كورته بعيدة من خلال بلوغه للمربع الذهبي والتأهل في دوري المستوى الأول في مجموعة ضمت منتخبي فرنسا وألمانيا. 5 دقائق مشترك كرام منذ انطلاق الشوط الثاني. ترجع كرة من يتعدى فاينالدوم. خطيرة كرة فاينالدوم راين بابل هولندية والسيطرة هولندية. بعيدة كرة حلول طويلة. كرة ديباي في استلام وضربة جزاء. تهور من المدافع ميخائيل سيفاكوف في تدخل واضح على ستيفن بيرغفاين ودون تردد الحكم. ديباي امامه اندري غوربانوف. ديباي والهدف الثالث. غوربانوف اختار اليسار وديباي على اليمين. 3-0 للمنتخب الهولندي. هدف آخر في توقيت مبكر. في العشر دقائق الأولى من هذا الشوط الثاني. منفذ ديباي مشى غوربانوف لليسار حاطيله على اليمين والثنائية لديباي بعد هدف الدقيقة الأولى. هدف دقيقة 5 أمام المنتخب الألماني بعد أيام قليلة في أمستردام. تدخل بين مارتينوفيتش مدرب بيلاروسيا ما زال بنفس التشكيلة اللي بدأت المباراة. مايفسكي حط كرة يوري كوفاليف يبحث عن سيغنيفيتش وتدخل من فان دايك يحط كرة في الركنية. إلى حد الآن ما وجدش المساحات بينما ترجع كرة من انطلاقة دامفريس يحاول يبعد على بولاكو. وضربة المخالفة للمدافع تونس من أجل مسيرة ناجحة في هذه التصويت. في أول كرة شنو شد عضلي يعني. شوف ردة فعل رونالد كومان يبدو لي ما قامش بالإحماءات بديلا لدينزل دامفريس. تمشي كرة ديليخت يكون لعدم القيام بالعمليات الإحمائية اللازمة قبل الدخول لأرضية الملعب. هذا ستيفن بيرغفاين تحول. ديباي يتدخل معاه دراغون ثم فاليف. مرفوعة كرة شيتوف خاطئة ممتازة المراوغة. حبما ترجع من ايفان مايفسكي وضربة المخالفة ضد فرانكي دي يونغ.
تمشي كرة إيغور ستاسيفيتش وإمكانية تذليل الفارق من ستاسيفيتش. ياسبر سيلسن انتظرنا دقيقة 77 لنشاهد أول